عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وعافية. اليوم ان شاء الله باش نعمل كعك الورقة التونسي باللوز. المكونات نتاعو عندي هنا 250 غرام فرينة، 125 غرام زبدة، 250 غرام لوز مرحي. اللوز هذايا غسلته ونظفته وشيحته ورحيته في الدار من غير معناها ما نحطه في الفرن. وعندي هنا ماء مغلي لازم يكون سخون برشا باش نعجن بيه العجين نتاعي. باش نبدا على بركه الله. باش ناخذ شويه ملح، رشه ملح، هذه العجين نتاعي عملتها بالزبده. وتوا باش ناخذ الماء يكون مغلي سخون برشا ونغطس فيه العجين نتاعي. بسم الله ونبدا نعجن. هذه المره الاولى اللي غطست فيها العجين نتاعي في الماء. باش نعمل مره اخرى. باش نكمل نزيد نعاود نحطها مره اخرى في الماء السخون ونعاود نعجن كالعاده. 250 غرام لوز باش نعمل معاهم 100 غرام سكر محور. انا ما عملتش، نجم نعملوا على 250 غرام نعمل 125 غرام سكر ناعم، لكن انا وقت رحيت اللوز نتاعي رحيته بشويه من السكر هذا. باش نغربلو. عندي هنا شويه ماء ورد. اذا هذه عجينه اللوز نتاعي. باش نشكلهم بالشكل هذايا، يكونوا جويدين ميكونوش خشين برشا. هذا هو اللوز نتاعي اللي في البلاستيك الغذائي. اذا هذه العجينه نتاعي بعد ما حطيتها قداش من مره في الماء السخون اللي ولات ملسه هكا بالشكل هذا. توا باش نخدمها، باش نحلها توا بالقلقال. اذا شرحت العجين نتاعي بالشكل هذا. لازم تكون الورقه جيده برشا كما ورقه السيجارو. وتوا باش نعمل هنا العرض نتاعها حوالي 10 سنتي و8 سنتي الطول. باش ناخذ عجينه اللوز اللي عملتها نحطها هوني. ناخذ السكينه نتاعي تكون جيده شويه ونلف العجين على اللوز بتاعي بالشكل هذا. وندور نلوي. ولازم تكون لازم العجينه لاصقه للوز حوالي ثلاثة دويرات. نحي الباقي نتاعي نتحسن على الشكل هذايا. هوني عندي الخط نتاعي باش نخليه الفوق. نحط صبعي هوني ونقص الزيت
انا نحب نعملهم صغار مش كبار. نستوي بنيه بحال الفتحه هذه، نفس الشيء هكا. نحط فيها، ندخل فيها هوني تسمى القفله ونقفلها. عندي هونيا شويه ما ورد، نستعمل شويه ما ورد باش نقفل بها القفله نتاعي. وتحصل على الشكل هذا. اذا باش نعمل واحده اخرى معكم. نتاعي حضر، حطيته على 140 درجه 15 دقيقه في الفرن، وكل مره بطبيعه نتفقده. كانت هذه فكرتي اليوم، ان شاء الله يا ربي نالت اعجابكم. نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. بقيكم الف خير وفي امان الله.